دقيقتين او 3 تختلف جدا عن الانزراعيه اللي حصلت هناك في تشاد. وادي كوكا مش كوكو، وادي تصويبه يمسكها على طول، يا دوبك لسه بنعملها وهنشوف. ادي ترقيصه حلوه قوي. ادي كرة تانية اهو في توقيت مظبوط جدا، تصويبه بدأ. وادي سعد سمير والجبهه اليمين، هاتوا خد ولا ايه، هاتوا خد، وراحت لعمر وعمر وهدف. هدف جميل، هدف النني الاولاني. وادي الاجناب اشتغلت اهو. وادي على طول يخش النني. كان في حوار في الاستوديو التحليلي بتاع سيف زاهر، بيقولوا هل النني هو اللي هيتقدم؟ واحد يقول لك لا فلان لا فلان، فالنني رد عليهم اهو، وبعدين هو اللي اتقدم وعينه فوق عينه على الكوره او في الكوره. مورجان ويلعب اي حاجه، وطي شوط البرويه، وليد رجب وطي شوط، ايوه كده، تنزل الكوره على طول مصطفى هيرجع بيه ولا الله وهي رايحه بقول الله ده. وعمر جابر وانطلاقات في العمق، وبادي الهدف اهو على طول تترفع وداخل الراجل اهو، حاطط ده مين ده؟ ده الراجل عبد الله السعيد، اول مره اشوفه يلعب بدماغه. عبد الله السعيد بص يقطع حجازي، وانما ياخدوها وتروح على طول من موندي، وعلى طول عرضيه هناك. بصوا ان في كوره اهو. بص حضراتكم، ادي الكوره تتلعب، تنزل في نص ملعب للنني، هات خد مع عبد الله، تروح الكوره على حدود هناك. يا سلام. راح المنتخب 25 دقيقه عمل لهم كويس. وادي الكرات العشوائي اللي هم ممكن يعملوا منها حاجه. ادي مورجان رقم 15 طالع، وبصهم في بقى الهجمه مرتده على طول. يا سلام فين كهربا بقى؟ الحته دي بتاعتك، ويعدي وكوكا وادي راجل ما فيهاش اوفسايد. مصطفى فتحي هيرقص، هيقول له حقلك منين يا بطه؟ اوه وضربه ركنيه لمنتخب مصر. شفتوا بقى الترقيص المجدي اهو؟ انا هاخدك منين؟ على الثابته، وعلى طول هشوط. هنا بقى الترقيص الصح اللي في ال 30 يارده الاخيره. انما انا اخد ارقص من عند ورا وافضل النني على طول لعبد الله يريحها بقى لحسام غالي لكهربا. الله لو شاط، الله ان في اكتر من لعيب بيقدر يمسك كوره. ادي واحد ماسك، بيجري له كوكا ولعبها على طول اهو، يستلمها. الله لو عدى عبد الله سعيد، عدى ناحيه اليمين فاضيه، يا كهربا لقطه حلوه قوي. انما الكوره بقت ضربه ركنيه، تتلعب الضربه ركنيه على مرتين. مين هيرفع؟ مين هيلعب؟ جول. 35 دقيقه فيها اداء خططي كويس جدا، 35 دقيقه فيها تنفيذ لفكر مستر كوبر. 3 أهداف حلوين. شيكابالا عنده مراوغه تخليك تمشي معاه وتبقى مبسوط بالمراوغه. انما الاول ومنتخب مصر 3 ومنتخب تشاد لا شيء. والجبهه الشمال وعلى طول صبري رحيل. بص يا صبري مين هيلعبها؟ الله الله، على اساس ان ايه يعني المنتخبات كلها اهو ما فيهاش اوفسايد ولا اي حاجه، وبيقول له هحطها لك فين واطمع. هنا بقى بص الجبهه، هنا الكره العملي بقى، لا رقص ولا بتاع، واروح على طول دفاعيه. هنشوف ايه الحكايه. ادي عبد الله يلم والعكسيه بتاعت عبد الله حلوه قوي عند لكوكا، وكوكا على صدره والشوط صح. وبدا يلعب لما لقى حريفه معاه زي حسام عندك كهربا وصلاحه، وماشي كهربا وبيبص ناحيه الله على التخريمه دي. بص التخريمه دي، الله يروح مخرم من الحواري. فالراجل خرم وهو دخل اهو مصطفى وخد يعني كرة حلوه قوي من كهربا، كان هيبقى احلى جول. بص التخريمه دي بتاعت مصطفى جميل. منتخب تشاد في نص ملعب، انما انت ممكن على طول تضرب الارض دلوقتي. يا راجل عدى وماشى يود راجل جنبك وماشى ده كهربا
احنا نلعب على المرتده اهو. بص بص ماشي، عاوز يقلبهم الثلاثه، بيفكر انما بقى 4 ولعبها على طول لمصطفى، ومصطفى خطف الكوره وعلى طول يعدي حلو الله، انما يلحقها هياخده على جوه، وخده على جوه وماشي حاجه تخلي صوتنا يعلى. بص يا سلام على التنطيعه دي بتاعت عبد الله السعيد. بص بقى الترقيصه، بص التاني مستني رقم دول. لازم بقى مصر تعمل شويه فنون لعبه زي الاولاني. ادي عمر وسكه مفتوحه ويلعبها بالعرض في الشوط الاول. اما عمر جابر فده حكايه مصر. ضربه ركنيه لمنتخب مصر تتلعب على طول. هوبا يا دوبك دقيقه من زمن الشوط الثاني، و4 أهداف في مرمى منتخب تشاد، واجاده كبيره جدا من لاعبتنا